نعم. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أترجم بالقوي ثم أجيب عن سؤالك، لأن نعم. المعاني لطيفة لابد أن تصل أكيد أكيد. إلى الجميع إن شاء الله تعالى. أقول شعبنا مثلا ذا قوري سنة زلطاس نفي وش بيحصل عليه السلامة إنك ذا قوري يغفل الفلس مدن إلا يسد يرسين للشهور أقول نراجب أكذ وأقول رمضان ذين مين يتصم الدنا غفل الفلاس ذين مين في وش بيحصل عليه السلامة يولها الأمة تنسلمت باش وتسينا الغافلين وسيدي ربي ذي القرآن ولا تكن من الغافلين. نعم. وتسيلي ثارس وقاد يغفلن وقال المعنى غمزوارو المعنى والسين يسعى زرذا قرآن المعنى يونا ذي هجيمانيس ذي هجيمانيس يوقورنا رمضان أقور رمضان ذا قور عزيزن ذا قور غلاين ذا قور علاين فنادم ما إلا يظام والسنة شعباني وين ميزمر هذه السوج ذي مانيس ودي هجي إيمانيس باش ذي قافل أقول رمضان مرد يرزو فلانا إن شاء الله غير السيد ربي يكسى أقول رمضان إن شاء الله بخير وعلى خير يا ربي. هذه الدعاء اللهم بلغنا رمضان. المعنى والثلاثة يسعنا زرذام قرآن النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان يحمله خاطر قوقورا شعبان سيدي ربي يقرفذ الأعمال نفناد منك حمله ما يتسورفذ الخدمين وغير سيدي ربي ذي لي وزامخ. نعم. وهي في الحقيقة الحياة فرص. نعم. الحياة فرص والإنسان المفروض أن يبادر وأن يسرع إلى قضاء ما عليه من ديون. نعم. اللي عنده ديون تاع رمضان اللي فات ما صامهمش من الرجال والنساء لابد أن يبادر الآن أمامه شهر كامل يبادر إلى قضاء ما عليه من ديون ويجتهد في صيام بعض النوافل. نسأل الله القبول. هذه فرص والحياة فرص ورب سبحانه عز وجل من دلائل رحمته بنا جميعا أن هيأ لنا فرصا عديدة فإذا فاتت فرصة هناك فرص أخرى حاضرة. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا ممن يحسن استثمار هذه الفرص لتحصيل الحسنات وللتقرب إلى رب السماوات والأرض.